إعلانات رمضان بقت حاجة مستفزة جدا. العمل الدرامي بيبقى أقل من طول فترة الإعلانات بشكل كبير. الإعلانات في رمضان بجد ظاهرة بتحتاج لتدخل المجلس الأعلى للإعلام أو الهيئة الوطنية للإعلام أو وزارة الإعلام الجديدة التي ترأسها الوزير ضياء رشوان. لذلك فعدد كبير من الناس بيعاني من الإعلانات. مع بداية شهر رمضان المعظم يبدأ ماراثون الإعلانات في المسلسلات الدرامية والبرامج المختلفة. توجد حالة من الزخم والزحام الشديد في خريطة رمضان كالعادة، خاصة في الفترة ما بين وقت الإفطار ووقت السحور، اللي بتشهد إقبال كبير على مشاهدة التلفزيون ومتابعة كل مختلف أو كل جديد وكل مختلف مما تعرضه قنوات التلفزيون والفضائيات، وهي في حالة تنافس شديد لجذب نسبة كبيرة من المشاهدين، إلى أن استغلال شركات الإعلانات لهذا الإقبال من المشاهدين ببث المزيد من الإعلانات بدأ يثير ضجر المشاهدين بسبب كثرة الفواصل الإعلانية في الوقت الذي يهتم فيه المشاهدون بمتابعة الأعمال الدرامية. نشطاء عبر الفيسبوك طالبوا بمقاطعة المسلسلات احتجاجا على الإعلانات الكثيرة. تخطى الأمر إلى أن النشطاء عبروا عن استيائهم من الفواصل الإعلانية الكبيرة، وبرضو الأمر أصبح غير طبيعي وغير مقبول بأي حال من الأحوال. في بلاد أخرى بتجد الإعلانات مقننة، فيها نسبة الإعلانات أثناء المسلسل، زي الصين وفرنسا وغيرها من الدول بتجد نسبة الإعلانات لا تزيد عن 7 دقائق مقارنة بحجم الدراما المعروضة. في مصر بتتوغل الأمر ويزيد عن ذلك بكثير. بتلاقي الإعلانات مثلا ساعة ونص والمسلسل ربع ساعة أو 10 دقايق، بحيث بتختفي الأعمال الدرامية في طياتها، وذلك كارثة حقيقية لابد من معالجتها بشكل يجعل القارئ أو المشاهد أو الجمهور يستمتع بطبيعة العمل الدرامي. مش معقول إن أنا عندي مسلسل مدته تلت ساعة أو ربع ساعة بيتخلله فواصل إعلانية بتصل إلى ما يقارب الساعة الكاملة. هذا الأمر غير مقبول بأي حال من الأحوال، ويؤدي لعرض المسلسلات على المنصات الرقمية الحديثة زي واتش زي غيره من المنصات. طبعا بيجعل الكثيرين يتجاهلون المتابعة المسلسلات عبر التلفزيون ويلجؤون إلى المنصات الرقمية المدفوعة من أجل مشاهدة الإعلانات المسلسلات أو العمل الدرامي بدون إعلانات، أو زي ما بنقول عمل مشفي دون أي إعلانات. سيتجه فورا للمنصات الإعلامية المختلفة. الأمر ده زاد عن حده في عام 2026. بتجد إعلانات كثيرة في البرامج والمسلسلات بتجعل المشاهد بيخرج تماما عن متابعة العمل الدرامي الأصلي، ويضيع وقته بشكل كبير جدا في مشاهدة إعلانات مكررة لنجوم مكررين كل عام. يعني كل عام بتلاقي مثلا تامر حسني وعمرو دياب وغيرهم من الممثلين والفنانين. هذا الأمر غير مقبول بأي حال من الأحوال. احنا بنتكلم هنا عن طول فترة الإعلانات، ودي غير مقبولة في الأعمال الدرامية. لابد من الالتزام بالمعايير العالمية والدولية في هذا الأمر حتى يستمتع المشاهد بمسلسلات جيدة وبأعمال درامية تجعله يتعايش معها بشكل كبير وتؤثر فيه بشكل أو بآخر. شكرا لكم وإلى اللقاء.